بسم الله. اهلا وسهلا بحضراتكم، وده الفيديو التاني من سلسلة فيديوهات ازاي نأسس انجليش صح من البداية. وقفنا في الفيديو اللي فات، وده كان اول فيديو طبعا في السلسلة دي، مهم جدا اللي ما شافوش يرجع له لانه في تفاصيل مهمة جدا بنكمل عليها كلامنا في الفيديو ده. كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند الثلاث محاور الرئيسيين اللي هنقدمهم للطفل بتاعنا في نفس الوقت في الليفل ده او في المرحلة دي. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي الطفل بتاعنا خلص فيها الليترز او الالفابت، تمام كده. وهنبدأ بقى السؤال اللي هنرد عليه بعد ما خلصنا الليترز وتعلمنا النيمز بتاعتهم والساوندز وتعلمنا طريقة الكتابة بتاعتهم الصح. هنعمل ايه دلوقتي او هنبدأ ازاي؟ هو ده بقى موضوعنا. قلنا هنبدأ تأسيس ازاي صح. هنبدأ معاه بثلاث حاجات هنقدمهم او نشتغلهم مع الطفل بتاعنا في نفس الوقت. اول حاجة طبعا الجرامر، هنبدأ نديله الرولز بتاعت الجرامر او اللانجوج. والحاجة التانية اننا هنبدأ نكمل الستبس اللي بعد كده بتاعت الفونكس بعد ما خلصنا الساوندز او اول ستيب فيهم. هنبدأ نعمل ايه بعد كده، الخطوة اللي بعد ما خلصنا اصوات الليترز. والشق الثالث او الضلع الثالث بتاعنا طبعا كان الفوكاب زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات وقلنا تفاصيل مهمة جدا في الحاجات دي. وهنبدأ دلوقتي بقى بالجرامر. الطفل بتاعنا لسه بيقول يا هادي ابيض، مفيش اي حاجة. اول قاعدة واسهل قاعدة نقدمها معاه او نقدمها له قاعدة السينجولار والبلورال، من اسهل القواعد واللي لازم نبدأ بيها في البداية علشان الطفل بتاعنا يتفاعل ويتعلم يتجاوب معايا ويفهم اصلا يعني ايه جرامر ويطبق ويتكلم. طيب وبالنسبة للسينجولار والبلورال بنشرحها بطريقة سهلة، بنعلمه ان حاجة واحدة بس، تمام. just one بتكون singular، لكن more than one اي حاجة اكتر من one بيكون plural. ده طبعا عكس الانجليش، عندنا مفرد مثنى وجمع، انما في الانجليش ما بيكونش فيه او اكتر من one بيعتبر plural، عندهم مفرد وجمع بس. ببدأ اقول له كمان علشان خاطر نميز ايه البلورال دول احنا بنعمل ايه، we added s، حطينا لهم اس عشان نقدر نميزهم عن الايه، عن السينجولار، او بنقولها له باي طريقه مبسطه يفهمها. المهم بنقول له ان احنا هنا ايه، we add s، انما السينجولار بتكون الكلمه without s، ما فيهاش s، تمام كده. بعد كده بقى بنبدأ نفهمه الحاجات دي بتدريبات. عاوز اقول لك بقى حاجه مهمه جدا جدا هنا، التدريبات اللي احنا بنعملها في الكشكول بتاعنا واحنا بنأسس الاطفال اللي هي مجرد جمل وكلمات بس ويشتغل عليها. عاوز اقول لك انها بتاخد وقت وصعبه على الولاد، يعني عاوزه طفل يكون كفاءه استقباله عاليه شويه. انما بالنسبه للمتوسط بتاع الاطفال عموما يعني الصور بتعمل عامل جذب حلو جدا، بتساعد بنسبه 50% ان الطفل يفهم انت عاوزه تقولي له ايه من خلال الصور اللي بيشوفها. فالصور هنا بتكون مهمه جدا جدا جدا. فطبعا ده عشان احنا زي ما اتفقنا الكتب مش فيها كل اللي احنا هنعمله، واحنا عندنا بلان مختلفة وخطوات مختلفة للتأسيس. فبنحاول بقى في الانجليش تحديدا نوصل لدوت بطرق مبسطة. يعني انا مثلا بالنسبة لي، وطبعا اتفقنا اللي بيحب حاجة هيعملها ويعملها حلو قوي ويمكن احسن من كده كمان. عشان ابسط الموضوع او عشان اشتغله بدأت اجمع صور من كتب قديمة. الصور اللي انت شايفاها دي انا اللي مجمعاها، والكلام ده مكتوب بخط الايد، وده ورق كراسة عادي جدا اهو، الورقه اللي هي دبل كده مع بعضها. بشيل الدبوس بس من نص الكراسه وابدا اطلع الورقه بالشكل ده، يعني عامله كانها مذكره كده يدويه للطفل، لذيذه جدا وشيقه من الصور اللي فيها. كل الصور ديت من كتب قديمه زي كتب مثلا المعاصر، بتكون كفاءه الصور بتاعتها حلوه شويه، ما الالوان الوضوح بتاع الصوره الجوده كويسه شويه، تمام. فالكتب قديمه خلاص وخلصت، ببدا اخد الصور دي واستفيد بيها، وبتلاقي الصور مكرره على فكره في كتب الانجليش والماث وكده. ودي بتكون زي ما قلت لك وسيله حلوه جدا جدا ان انت تشتغلي بيها مع الطفل في الوقت ده، ويدويه بسيطه بدائيه جدا، هي ما فيهاش اي تكلفه. الصور دي لازقاها بالجلو دوت بمنتهى البساطه، بعد ما بقصها كده بالمقص واخداها بصي دايره كده الصوره بس كده مش عامله اي حاجه، وبعدين بلزقها بالجلو دوت وابدا اطبق الفكره بتاعتي عليها. عاوزه اقولك انها ادتني نتيجه حلوه جدا بجد، افضل من كنت بتشتغلي بس كده في الكشكول مجرد جمل وتدريبات عاديه. طيب تعالي نشوف بقى شويه افكار كده نبدا بيها معاه. ان انا بقول له هنا عندي هنا ايه، شايف ايه في الصوره؟ طبعا بما ان هو خلص الليترز تمام كابيتال وسمول فاكيد ايه اخد النمبرز فمتعلمها دلوقتي. فهنبدا نشتغل بقى معاه وان كات. طب هتقابلك مشكله الكلمه بقى الورد او الفوكاب دي لسه معتبر مش عارفها، مش عارف يعني ايه كلمه، تمام. هنا برضو انا بعمل حاجه علشان تبدأ تسهل عليا الموضوع وعلى الطفل بتاعي. بنقي الكلمات اولا البسيطة اللي هي عبارة بس عن ايه 3 letters، 3 حروف مش اكتر من كده،
سهله، وهتلاقي اغلب الاطفال عارفينها من هما في الكيجي. تمام كده. طيب كمان انا بديله من الكلمات دي حوالي مثلا 6 كلمات 10 كلمات على حسب استيعاب الطفل بتاعك. ادربه عليهم، اعمل له عليهم شويه تدريبات يبدا ينطقهم معايا ويشوفهم طبعا بالصور، زي كلمه دوج، كلمه انت، كلمه كار، كلمه كاو، كلمات سهله وخفيفه. ليه بعمل كده بقى؟ لما الطفل بياخد الكلمات ديت ويتعلمها بعد ما خلصنا قبل ما نبدا، بيكون ايه، انا سهلت عليه الموضوع، انه خلاص عارف ان دي دوج، عارف ان هنا بيرد، عارف ان دي باج. تمام كده، كلمات زي ما قلنا بسيطه. بعد كده بقى انا اديت مساحه او فضيت مخه عشان يبدا يفهم او يفهم، اسفه، انا عاوزه ايه من الرول بتاعتي بالقاعده. خلاص هو عارف الكلمه، اتعرف عليها، فمخه دلوقتي هيركز بقى في الايه، في الرول اللي انا بقدمها له. فنبدا بقى دلوقتي نقول هنعمل ايه. عندي هنا 1 كات، طيب انما هنا بقى دول 1 2، هنعمل كاونت كده مع بعض 1 2. طيب 2 بقى هنقول ايه، كات اور كاتس. اتفقنا ان دي ايه، singular ودي plural، والبلورال بنعمل ايه، we add s، بنضيف s، مش كده؟ طيب يبقى هنقول دلوقتي ايه 2 cat or cats. حطينا هنا ايه، اس. عشان كده بقول لك انا بديله فكره عن شويه الكلمات دي عشان يبقى عارف ايه الفرق بين كات وكاتس اللي زاد على الكلمه، يبقى فاهم. تمام كده. طيب عندي نفس الكلام هنا 1 dog، ولكن هنا عندي 1 2 3 3 dog or dogs 3 dogs. واجي هنا بقى اديله فرصه ان هو يشتغل بنفسه عشان كمان بقى ايه، احسن مهاراته شويه ويبدا يكتب معايا. عندي هنا ايه 1 bird 1 bird، في طائر واحد اهو. طيب هنا يلا نعمل كاونت كده 1 2. هتكتب ايه هنا بقى انت يا شطور؟ يكتب هو بنفسه ال2. تمام، اتفقنا ان هو اتعلم الليترز، مفيش حاجه صعبه. وكلمه برد اهي هيبدا يكتبها ويشوف ايه الاضافه اللي هنحطها عشان دول بلورال. هنكتب bird or birds. وبنبدأ نكرر الفكرة بقى بصور وكلمات مختلفة. من هنا برضو زي ما قلنا بنعمل له حصيلة لغوية كويسة وندربه على كلمات كتيرة. بعد كده بقى هنغير في الفكرة مع بعض كده. تمام، ونبدأ نشتغلها بشكل تاني. نقرب بس كده شوية. طيب عندي هنا واضح كده، عندي هنا ايه الصورة فيها ايه، one ant singular، كل مرة قوليله singular. تمام، هنختار ايه بقى، and المفروض بقى انا كنت اديت له الكلمة زي ما اتفقنا، كلمة and كلمة dog، او عرفته عليها. هو حتى لو ما اخدهاش هيبدأ يتعرف بسهولة لانه فهم الفكرة. هنختار دلوقتي ants ولا هنختار ants؟ هنختار ايه، الكلمة اللي without us ولا اللي معاها us؟ فهو طبعا هيعرف عشان هنا singular هنختار ايه and. انما هنا مش عايزاه ان هو يحفظه ولا حاجه، يعرف يعني ايه هاو ميني، ان هاو ميني يعني كم عدد. فببدا ادربه على السؤال هاو ميني، هاو ميني يعني كم عدد. وهنا بيقول لي ايه هاو ميني كارز، هاو ميني كارز. انت شايف هنا كام كار في الصوره؟ عندنا 1 كار. هنا برضو بدربه على الايه، السنجر والبلورال بطريقه ايه، عن طريق السؤال ده. تمام، يبقى هيرد عليا يقول لي ايه 1 كار 1 كار. عايزين طبعا زي ما اتفقنا
شورت انسر في المرحله دي، مش فول انسر خالص، اجابات مختصره. تمام، المهم ان الطفل بتاعي يفهم، ما تكلكعلوش الدنيا في البدايه. طيب بعد كده بقول له ايه؟ بقول له ان ده عندي اسمه بوك. بوك يعني كتاب، وهتلاقي اغلب الولاد عارفين الكلمه. طب هاو ميني بوكس؟ هاو ميني بوكس، في كام بوك هنا؟ هنبدا نعمل كاونتنج 1 2 3، يبقى هنكتب هنا ايه؟ 3 بوك اور بوكس، هنكتب 3 بوكس. تمام. وهنا بقى بعد ما شرحت له الفكره هبدا ادربه عليها، وهو يبدا يعمل الانسر لوحده. how many dogs، هيبدا يكتب one dog، الكلمه اهي، لو مش عارفها هيكتبها، ولو دربته عليها او خدها وحفظها معايا تمام هيكتبها. how many pens، هيبدا يعمل counting ويكتب. تمام كده. دي كانت ابسط قاعده، بنغير طبعا في طرق التدريبات، بوريكي كل التفاصيل اهو. تمام، عشان تبقي عارفه ماشيين ازاي. مثلا هنا شلت الايه؟ شلت النمبر، بقى هيختار هو النمبر، بدلت بس هو هيحط بقى ايه النمبر المناسب للكلمه. تمام، سواء كانت الكلمه بقى ايه، ها plural or singular، فهيختار الايه الرقم المناسب ليها. برضو بغير معاه الايه الطريقه عشان ما يملش. ودي كده كانت ابسط قاعده بنقدمها للطفل، هيفهمها معاكي ويستوعبها بسهوله جدا. هنبدا بعد كده بقى رول جديده. طبعا بعد ما دربناه شويه، زي ما قلت لك دي عباره عن كراسات كده للتاسيس، فانا عامله حسابي ان اكرر كذا مره للطفل بتاعي لما يستوعب، واديله هوم وورك. تمام. طيب بعد كده بقى ففيها هتلاقي فيها شويه. هنبدا بقى رول جديده. الرول بقى بتاعتنا الجديده اهي، يلا نشوف. يبقى برضو اللي بعد كده، بعد كده هنبدا برضو ان احنا نشرح له ابسط القواعد بقى اللي بتقابلنا، ونبدا بقى دي بقى بدايه الخيط للايه للقواعد بقى اللي جايه، والحاجات بقى الشغل بقى الممتع بقى. والآن اللي هي ادوات النكره. تمام، هنبدا نشرحها له عشان نبدا نتعلم ان هما بيمشوا دايما مع الايه مع السينجولار، مع الكلمه المفرد بس. الحاجات المفرد اللي بتتعدى طبعا، ما تقولوش الكلام الكبير ده دلوقتي، بس نعرفه الفكره مبدئيا ان او ان بتمشي ايه، او ايكوال ايه بتساوي 1، او ان زي 1 بنحطها مع الايه مع الكلمه سينجولار. بما اننا وضحنا له فهم مفهوم السينجولار والبلورال، فدلوقتي قادر يفهم ان او ان بنستخدمهم بس مع الحاجات المفرد. متخانقين دايما مع اللي عندهم اس، ما بيمشوش ابدا مع بتوع الاس، متخانقين معاهم خناقه كبيره خالص. اوعى نستخدم او ان مع الحاجات البلورال، او ان للسينجولار فقط. نركز قوي على المعلومه دي في البدايه، لان الولاد بيطلعوا من الموضوع دوت عندهم اخطاء ويحطوا الاو ان مع اي حاجه. هنا بقى في تفصيلة مهمة جدا هنبدأ نشتغل عليها، ان انا هبدأ اميز له الاول واحكي له ان الليترز او دي الفابت دول عبارة عن ايه 26 letters. تمام، 26 او ايه 26 letter، 26 حرف. تمام. طيب ال 26 letters دول في منهم 5 vowel. الفايف فاولز دول شقيين، الحروف الايه الشقيه المتحركه. دول الحروف الشقيه اللي هتيجي عشان تعلمنا نعرف نقرا ونتكلم ازاي. تمام كده. طيب وبقيه الليترز كلها ايه؟ بقيه ال 26 ليترز دول عباره عن ايه؟ عن كونسونانت. الكونسونانتس اللي هم الحروف الساكنه، وزي ما قلت لك قولي له الكلام دوت ووضحي له. تمام، يبقى عندي الليترز بتاعتنا مقسومه لفايف فاولز مهمين جدا، لازم نحفظهم بالترتيب. خلي بالك انت هنا بقى بتبدأي تحطي الخطوة دي وهتستغليها كمان في الفونكس، هقولك ازاي دلوقتي. الفاولز لازم نحفظهم بالترتيب، ودي اسهل طريقة. A E I O U A E I O U. كمان في الفونكس هنقول اصواتهم بالترتيب لما نيجي هقولك ازاي. دلوقتي وضحنا يعني ايه consonants ويعني ايه vowels، ان الالفابيت بتوعنا او الليترز اللي اتعلمناهم كلهم فيهم 5 vowels لازم نحفظهم بالترتيب. خليه يكتبهم مرتين، يقولهم كل شويه كل شويه هاتهم له كده ورا بعض A E I O U. تمام. وان دول شقيين بيتحركوا كتير، عندهم اصوات كتير عشان شقيين. تمام كده. انما دول consonants ما عندهمش صوت، هادين، ما بيتكلموش كتير، ما بيتحركوش. تمام كده. حروف ساكنة عشان نوضح له الفكرة. بعد كده ايه اللي حصل؟ في 2 اخوات حلوين كده اسمهم وآن. وآن. وآن ايه حكايتهم؟ هيروحوا يلعبوا مع الليترز او the alphabet. بس خلي بالك اوقات هم كمان فيهم واحدة شقية. الآن شقية، تحب الحركة والدوشة كتير هي كمان. انما هادية خالص، وتعتبر بتحب الهدوء وما عندهاش صوت ومتحبش تتحرك كتير. طيب نقول بقى كده، مين اللي هيلعب مع الفاولز؟
ها طبعا ان جريت بسرعة عشان هي شقية، تلعب مع مين؟ مع الشقيين اللي زيها، مع الفاولز الحروف الشقية المتحركة. يبقى ان شقية راحت تلعب مع الايه؟ مع الشقيين. هما شقيين بس مؤدبين، خلي بالك. عشان هي هادية خالص، ما عندهاش صوت، ما بتتحركش كتير، قالت انا هلعب مع مين؟ مع الكونسونانتس الهاديين زيها وساكتين وما عندهمش صوت، الحروف الايه؟ الساكنة. قولي له كل الكلام دوت عشان توضحي له الموضوع. وطبعا كلنا عندنا طرق كتيره مبتكره وحلوه جدا في شرح القواعد ديت، بس انا بديكي بس مجرد افكار ونبدا نطبق عليها ان ازاي. واسهل حاجه انك تقولي له نحفظ الفاولز لان دوما معانا على طول، وصاحبتهم الشقيه الان. خلاص كده الموضوع اتحل. بمجرد بقى ما اشوف بدايه الكلمه اول لتر كده ببص عليه، لو لقيته من اصدقاء مين؟ ان اللي هم مين؟ الفايف فاولز، هختار انا على طول. لقيته اي لتر تاني غير الفايف فاولز عشان ما يتلخبطش في الكتير، يبقى اختار مين؟ هختار بس كده الموضوع بسيط. وهنا بقى زي ما اتفقنا هنمشي مع بعض ازاي؟ هنمشي مع بعض كأنك بالظبط شغالة ومعاكي الطفل في الحصة بتاعتك. بتشتغلي في الحصة بتاعتك طبعا مش جرامر بس، بتشتغلي جرامر وبتشتغلي فونكس وبتدي كمان وبتدي كمان فوكاب. فهنعمل 3 خطوات زي ما قلنا، عندنا 3 كشاكيل، كل كشكول خاص بحاجة عشان نكون مرتبين. فهنبدأ بقى دلوقتي الوقت بقى جه الوقت كفايه قوي كده جرامر طبقنا واشتغلنا، ونبدا نخش على الفونكس. وهنا بقى تعالي نشوف ازاي البدايه برضو في الفونكس او الستيب اللي بعد ما خلصنا الساوندز بتاعت الليترز، ايه الخطوه الصح اللي هنبدا بيها. زي ما قلنا نستغل بقى ان احنا عرفناه الفاولز، ونأكد تاني على المعلومه النيم بتاعهم والساوند، ده مهم قوي ولازم يحفظهم بالترتيب. اول خطوه هقول له انا عندي عندي 5 فاولز، A E I O U A E I O U A ونقولهم كذا مرة. والساوند بتاعهم عندهم نيم وعندهم ساوند. ايه صوتهم بقى؟ ده اسمهم. تعالى نقول صوتهم. إيه إي أو إيه إي أو إيه إي أو كل مرة بقى بتقوليهم له نيم وساوند بالترتيب لغاية ما بصي يحفظهم زي اسمه، ده مهم جدا. بعد كده بقى هنبدأ نأكد على على الساوند بقى، هنشتغل على الأصوات بتاعة مين؟ بتاعة الفاولز. علشان نأكد على الأصوات في طريقتين والاتنين صح، وهنبدأ بيهم عشان نسهل على الطفل بتاعنا. إن أنا أجيب أي ساوند أو أي صوت من اللي هو واخده وأحطه تمام، وأضيف له الفاولز اللي معايا عشان يطلع الصوت بطريقة تانية. يعني مثلا هنا عندي دي البي، يبقى عندي با ب بي با با تا ت تي تو تا. هنا باكد على على الا او تمام. وبديله مقطع بس بسيط مكون من من 2 letters مش كلمه كامله، عشان ابدا الموضوع بشكل بسيط زي ما قلنا. ما مه مي ما دا د دي دو دا. خلي بالنا بقى ونركز، مش هنبدا بس كده عشان الطريقه دي يعني هقولك عليها تعليق بعد كده. نبدا بقى نغير في الطريقه، وده مهم جدا. ماشي، هنغير في الطريقه بتاعتنا ازاي كده الكلام واضح شويه تمام. ان انا ابدا بقى ابدل وابدا بالساوند بتاعي بصوت الفاول، ودي مهمه جدا، ودي الطريقه الاصح واللي هنمشي بيها بعد كده لما نبدا CVC وارس تمام. طيب وهنقول هي ليه صح، وهنقول كل حاجه ان شاء الله. بعد كده ببدا ابدل زي ما قلت لك عشان يتمكن ويفهم ازاي يبدا بالفاول، ما يفضلش بس معتمد على ان هو يقول لي باب تمام. طيب اما نحط بقى هنا هو الساوند بتاعه يبقى اب 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 at it ot at an in on at ag ig og ag. الطريقة دي كمان مهمة جدا، صعبة شوية في الأول بس مهمة قوي وبتمكن جدا على فكرة. طيب ليه الطريقة دي أفضل من الطريقة دي، وليه هي الأصح، وليه هنبدأ بيها بعد كده؟ كل الكلام دوت هقولهولك بتفاصيل بتاعته الممتعة جدا في الفيديو اللي جاي، عشان زي ما اتفقنا الفيديو مش بينفع يطول عن كده، أو لو حتى طول بيبقى ممل جدا، وفي التحميل بيبقى متعب قوي، بياخد وقت طويل. فأعتقد كده يعني أنا رغيت معاكم كتير وجعت لكم دماغكم تمام، بس أتمنى أكون فدتكم إن شاء الله. وهنتقابل في الفيديو اللي جاي بإذن الله. ودي كده كانت تعتبر الحصة الأولى مع الطفل بتاعنا، لسه ما كملناش فيها شوية تفاصيل تمام. هنكملهم ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي، ونمشي مع بعض زي ما قلنا كانك بالظبط قاعده مع الطفل وشغاله معاه. هرد باذن الله على كل الاسئله اللي في دماغك ان شاء الله باذن الله، هجتهد ان ما يفوتنيش اي حاجه.
ولو عجبك الفيديو يا ريت تعملي لايك، وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وانتظروني.